تعليلة. التعليلة هي حفلة بتيجي قبل العرس بيوم، ما فيها تكون العرس لأنها تعليلة، يعني العريس لسه ما حلق ولا لبس أواعي العرس. التعليلة أحيانا بتصير بصالة أو عسطوح، بس هي غالبا بالحارة. بما إنه إحنا شعب عم بيعيش ثورة وصراع طويلي الأمد، فالخلفة والزواج هاي بالنسبة لنا انتصارات. بما إنه إحنا تعودنا نغني لبلادنا بكل المناسبات، فصوت الختيار والإعلام أساسية. زمان كانت القربة هي الأساسية وخصوصا بالتعليلة، بس بعدين بعد زمن صار في فرق. طبعا هي مو فرقة بين قوسين، أورج ومطرب. طبعا الأورج جو مختلف، بيطلع كل شيء، مجوز، عراقي، قال الهوا، سبل عيونه ومد ايده، وكل شيء بنرقص عليه. أنا شايف واحد عم بيقسم على الأماكن للأستاذ محمد عبده. للأمان أنا قلبي. في أصوات غريبة بتطلع من مطربين الأعراس، وإلى تأثير غريب كمان. وي 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 وي. القربة هي الوحيدة اللي ضلت عصرية على الأورج، يمكن للجذور الاسكتلندية ما بعرف، بس المهم بقيت بالتعليلة ولو فقرة من فقرات الظهر قصد الحفل. والدبكة مع القربة غير، بس هو في عنا مشكلة أزلية وتاريخية، وهي الانتقال والتبادل السلمي لقيادة الدبكة يعني الراس. بما انه احنا ما عنا ولا امين عام استقال او بطل لحاله، فطبيعي انه ما حدا يسلم قيادة الدبكة لحدا ببساطة. قيادة الدبكة مخصصة فقط لاصحاب الخبرات والزاخمين، اما هدول الشباب الزاخمين فما خرجوا يدبكوا بالجحشة يعني مؤخرة الدبكة، لانه الجحشة ما بدبك فيها الا الشباب الصغار ذوي الخبرات المحدودة. اما اللي عم بدبكوا بالنص فهدول لا زاخمين ولا صغار، هدول عم يتشردوا طول القعدة هون وهون، في معازيم ما حدا بيعزموها، يعني بس يسمعوا انه في تعليلة بهاي الحارة بيجوا. في منهم الصاحبة بتكون ساكنة بالحارة نفسها اللي فيها التعليلة، طبعا ها كل حركاته مدروسة، فأنا خيال داوم معيتك رفاعي، معيتك رفاعي صالحيني. شايفة؟ تخيلوا معي لو في واحد أجنبي عم يحضر معنا هاي التعليلة، وشاف اثنين عم بيسلموا على بعض، ولا شاف هدول الأربعة اللي متركين كل الكراسي الفاضية وقاعدين بحضن بعض، وشاف البوس، ولا اللي مركب واحد على خصره وعم يرقص هو وياه، صدقوني راح يفهمنا غلط. في واحد بكل تعليله مصر انه يرفع يلي رافع العريس، احنا مو ضده يرفع، بس ما يكون قبله خالع كيس اسود. اسود بيطلع زي بلوتيلي لما حط جول مع المانيا. في لحظة مشهورة واللي هي اللحظة اللي بينبطح فيها كل ولاد الحارة وبيهجموا على الساحة، هي اللحظة اللي بتصير تشتي فيها الدنيا ملبس ومطعم ولا تحشوف بالشارع، وكافي اللي بيحب العريس يا شباب. وبالنهاية بنتبلغ عن مكان وموعد الحمام ثاني يوم. يا شباب يعطيكم العافية، الحمام بكرة الساعة 5 ببيت عم العريس هون بالحارة الثانية، الكل بيجي. آخر شيء شكرا لكل واحد أجل أو لغى أو خبى تعليلته احتراما منه للي عم بيصير، وشكرا كمان لكل واحد عمل تعليله لحتى يذكرنا إنه الحياة ماشية لسه فيها شيء. أو دخلك داخلك وشوعي من مالك لمزعليني أو دخلك شوعي من مالك لمزعليني أو تسلم لي حلت برمت فتت عقد الشكل تغسلت لوحة نشرة قلشينك يم السوالف من تزعلان. الله يا محمد الله العاب